من صغره كان شاطر جدا لدرجة انه اشترى طيارة خردة كانت مركونة بقالها فترة، واصحابها كانوا ناس اجانب. دفع فيها حوالي 100 جنيه وكسب فيها بعد كده اكتر من 50,000 جنيه علشان يتحول من طفل فقير معهوش اي حاجة لواحد من اكبر تجار الخردة في مصر. فبطلنا النهاردة اسمه الحاج نادي السباعي، والحاج نادي ده يبقى الشخصية الحقيقية لواحد من اهم المسلسلات المصرية. وبدأ حياته وهو فقير جدا بسبب ان والده اتوفى وهو عنده 6 سنين، وبسبب كده راح اشتغل في ورشة عمه وما دخلش مدارس بسبب ظروفهم المادية الصعبة. ده غير كمان انه كان عنده 4 اخوات تانيين، وابوهم لما توفى ما سابلهمش اي حاجه. وشويه ويبتدي نادي يركز انه يشتغل لوحده وهو ما كملش 14 سنه بعد ما اتعلم في ورشه عمه تجاره الخرده اللي كانت شغله العيله كلها ابا عن جد. فقرر انه ياخد اول خطواته عشان يعمل شغله الخاص ويعمل محل صغير جدا شبه الكشك بالظبط. وكل ده كان بيعمله من الفلوس اللي محوشها من شغله وحبه ميراث من جده. بس المختلف عن المسلسل بقى ان ما كانش فيه اي حاجه اسمها فاطمه كشري، لان ببساطه الحاج نادي اتجوز بدري جدا من واحده قريبته عن طريق والدته، وكان كل اللي يحتكم عليه بعد كتب الكتاب والشقه والعفش البسيط جدا حوالي 20 جنيه بس، واكتر من نصهم كان نقطه يوم الصباحيه. فيستغل الفلوس القليله اللي معاه وينزل يشتغل بسرعه عشان يجيب فلوس تانية، وبعد شويه يروح لتاجر كبير جدا بيثق فيه اللي هو تقدر تقول كده يعني الحاج ابراهيم سردينة، وياخد منه حاجات تمنها حوالي 400 جنيه شكو، وربنا يكرمه ويبيعها باكتر من 1000 جنيه. فيروح للتاجر تاني علشان يديله الفلوس بتاعته وياخد منه طلبية كمان، فيكسب فيها اكتر ويبيعها بفلوس كتير. فسمعته في السوق تكبر والناس كلها تشتغل معاه. واول ما الدنيا تبتدي تزهزه معاه اول حاجة بيبتدي يفكر فيها انه يدخل على اقرب محل دهب ويجيب لمراته شبكتها اللي ما قدرش يجيبها لها اول ما اتجوزه، ويدخل عليها باغلى انواع الذهب، ويفضل يقول لاخر يوم في عمري مش ناسي وقفتها ابدا معايا في اصعب اللحظات. وفي يوم من الايام بيعمل حاجه غريبه جدا خلت اسمه اشهر من نار على علم، وهي انه كان متعود دايما يلف بالعجله بتاعته في كل حته. وفي مره بيلاقي طياره واقعه في ارض زراعيه وكانت طياره خرده محدش بيقرب ليها، فيسال على اصحابها ويعرف انهم اجانب وهو ما كانش بيعرف يتكلم غير عربي. فيجيب شاب متعلم يتكلم معاهم ويحاول يقنعهم انه يشتري منهم الطياره دي ب100 جنيه. وبالفعل الناس توافق وياخد منهم الطياره ويقطعها حته حته ويبيع كل حتة لوحدها، لدرجة انه باع اقل قطعة فيها ب300 جنيه. وتعدي السنين لحد ما يتعرف الحاج نادي على النجم نور الشريف اللي بيعجب بيه جدا وبقصة كفاحه، فيقرر يغير حاجات كتير جدا مخصوص في الرواية الاصلية اللي هي لن أعيش في جلباب أبي، ويقعد مع الحاج نادي أكتر من مرة عشان يقدر ياخد منه تفاصيل كتير ويبدأ يحولها لشخصية والدراما حقيقية مش مجرد عمل فني. وبعد نجاحات كبيرة وفترة مرض في سنينه الأخيرة يتوفى الحاج نادي السباعي في سنة 2020، وبشهادة حق من كل الناس اللي اتعاملت معاه إنه راجل بتاع ربنا وما كانش بيفوت سنة من غير ما يروح يحج. ومع انه ما كانش بيعرف يقرا ولا يكتب لكن قدر يحفظ القرآن الكريم كله، وفي نفس الوقت كان محدد طول حياته مبالغ شهرية لأسر فقيرة كتير. فقصة الحاج نادي بتعرفك على نموذج ناجح جدا وغني بمنتهى الأمانة والشرف، وبتدي أمل لكل شاب بيبدأ حياته. بتقولك إن الشخص الناجح مش ضروري يبقى شخص فاسد وحرامي حتى لو دول كريمة المجتمع دلوقتي. فعشان كده ما تخليش ابدا اي حد يحبطك او يأثر عليك، لانك ممكن جدا تكون الشخص الوحيد اللي صح وسط ناس كتير غلط. يعني عندك انا مثلا لسه بادئ على اليوتيوب جديد ويعتبر دوت الفيديو العاشر اللي انا متأكد انه هيبقى زيه زي ال9 اللي قبله، مش هيعدي ال50 مشاهدة، بس عادي هكمل. ومن الرغم من ان 50% من صحابي اللي شافوا الفيديوهات بتاعتي فضلوا يعلقوا على حاجات ويتريقوا على حاجات تانية، الا اني برضو عادي هكمل. وده مش عشان انا واد جامد وعندي عزيمة وصبر والكلام الكبير دوت، لا انا هكمل لاني مضطر لده وما عنديش اي حل تاني غير اني انجح في اللي انا بدأته. وبس كده فيديو النهاردة يكون خلص.